درك يا رئيس الجمهوريه، انتم يا وزاره الداخليه والمسؤولين وقياده وزاره الدفاع الوطني، هذو المغاربه من درت لهم الفيزا باش يجوا للجزائر. انا جزائري مانيش حاب نجي للجزائر. سيادنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. ويقول أيضا في كتابه العزيز لكل عموم المسلمين والمؤمنين، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أصبحنا نحلم أن نصبح مثل المغرب خاوتي. الجزائر لا نريد أن نصبح مثل فرنسا أو ولينا حابين نوليو كيما المغرب بعدت علينا 200 سنة ويقول لك تقود المغرب. روحوا المغرب شوفوها يا الرب. أنني رحت شفتها في 94 يا زلمة، في 94 رحت شفت المروك خير من الجزائر تاع دركا. رابيكو ربي يحفظك خويا العزيز، خير من الجزائر تاع 2022. المغرب تاع 94 خير من درك. وليس مانيش قاعد نشيت المغرب، انها الحقيقه يا الحمره ويا البعره فيقوا. لكن شتوني نكذب سهله، خلاص سهله ماله. روحوا وحرقوا الرب المروك وشوفوا المروك كيف يعيشون ونحن كيف نعيش. انا جامي شفت مغربي قال لك درت الصف على الحليب، جامي شفت مغربي قال لك درت الصف على جلوات. انا جامي شفت مغربي قال لك درت الصف على الحليب، جامي شفت مغربي قال لك درت الصف على جلوات. انا جامي شفت مغربي قال لك درت الصف على الحليب، جامي شفت مغربي قال لك درت الصف. مشاهدينا الكرام، متابعينا في المغرب وفي أرض الجزائر الشقيقة، إخواننا، نريد من هذا المحتوى الله يجزيكم بخير فقط للدفاع عن المملكة المغربية، للدفاع عن حقوق المملكة المغربية التاريخية. بلعنا الحدود باسكو غادي الجزائريين لو كان يروحوا غادي يديروا لا ديفيرونس، غادي يديروا الفرق بين المغرب وبلادهم. غادي يشوفوا باللي المغرب تطور، وكي نقول لك تطور ناس راها تروح غير توريست وراها دير دي فيديو راها تجي مخلوعه. راحت وحده انا ذاك النهار في اللايف دايره هكا لايف، هي جزائريه تاعنا والله لا نسيت اسمها، كانت في مراكش قاعده دايرت لنا فيديو توري في مراكش كي دايره. اقسم لك بالله العلي العظيم تحسب روحك راك في لوس انجلوس، تحسب روحك راك في لوس انجلوس. وكانت تنتحل الحدود، صاير نقولوا الحدود انتحلت ويبدو الجزائريين يدخلوا افواجا، غادي يبدو يروحوا بالكيران بلي طاكسي، يبدو يروحوا بالمواطا. والله وحده يعلم أننا نحب إخواننا وأشقائنا الجزائريين. راه كاينه نسوبيه ما بين الوجديين والوهرانيين، راه كاينه واحد العلاقه كبيره عائليه ديال النسوبيه، راه كاين ناس مشاركين الدم، وحنا الحمد لله ما بيننا وبينهم مشاركين اللغه، مشاركين الدين، مشاركين الثقافه، مشاركين اللهجه، مشاركين الامازيغيه، مشاركين العقائد، مشاركين الحياه اليوميه. لعن الله من كان سببا في شقاق بين الاخوه. ولهذا هذا النظام ديال الكبرانات والجيرانات العسكر قام بعمليه غسل الدماء كيف ما غادي تلاحظوا معايا. كل شيء هادشي ان شاء الله غادي تشوفوه تحت عنوان وشاهد شاهد من اهلها. المملكه المغربيه لا تعتدي على احد، بل لها حقوق كثيره كالصحراء الشرقيه، ومازال ما غنهضروش على هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، كنبغي نحيي الاخوان والاشقاء ديالنا في الجزائر، والله مرحبا بهم في ارضهم. وانا اول واحد في مدينه سلا كنرحب بهم، خصوصا هاد الناس اللي جاوا للمغرب، لي فلوغور
لكتاب سواء جزائريين او لا الاشقاء في الدول العربيه. كاين كتاب، كاين باحثين كما غادي تشوفوا في الشهادات ديالهم. والشاهد شاهد من اهلها. لما دخلوا المغرب الاله الاعلاميه اللي كانت كتغسل الدماغ ديالهم، ومنا اننا حنا كفار ما عندناش المساجد، ومنا اننا حنا دوله متخلفه، وباننا حنا ديكتاتوريين، وبان ما عندناش الكهرباء و و و و كل شيء. ان شاء الله غادي تشوفوا هذا الشيء، وغادي تشوفوا الاكتشاف ديال الجزائريين اللي دخلوا المغرب واكتشفوا بهذا التقدم ديال البنيه التحتيه والعمران والاخلاق انا كذلك. جامي شفت الملك محمد السادس دار خطاب وهضر بالسوء على الجزائر، جامي. هنا تعرف تربيه الملوك، هنا تعرف بلي مالك ابن مالك. انا يا عارف الجزائر وين وصلت وعارف المغرب وين وصل. عندي 4 تاع ليشان تاع المغرب في داري في وهران وين نسكن انا. عندي دوزام، عندي المغربيه. على بالك ندير حصص رسميه عمري في حياتي ما شفتهم هضروا على الجزائر. بصح كي ندير انا ليشان تاعنا تاع الجيري وكل شيء نلقى 95% من يجي الديسكسيون تاعهم غير على المغرب. هنا يبان الضعف، من هنا تعرف الضعف. وكنت يا رئيس الجمهورية، انتم يا وزارة الداخلية والمسؤولين وقيادة وزارة الدفاع الوطني، هذو المغاربة من درت لهم الفيزا باش يجوا للجزائر. انا جزائري مانيش حاب نجي للجزائر. الجزائريين تقطع بهم الحبل في المملكه المغربيه، ولقاو الرجال المغاربه وقفوا معاهم اللي ما وقفوش معاهم لا في قسنطينه ولا في عنابه ولا في وهران ولا في الجزائر العاصمه. المغاربه الاحرار خويا العزيز تكلفوا بيا، داروا لي ابارتيومون مصاريف. يا خويا واش نقول لك، قد ما نشكركم قليل فيكم، نقول لكم يعطيكم الصحه قليل فيكم. انا انسان جزائري شخص حر، قسما بالله العظيم غير المغاربه تشفخ راسي خويا العزيز. انا شفت التعامل تاع المغاربه، شفته في الواقع، ما شفتوش في التواصل الاجتماعي ولا شفتو في التليفون ولا. انا المغاربه انا واحد من الناس قطعت بيا الحبل، هزوني حطوني في السما خويا، من البيت خرجوني خويا العزيز. لا با والله العظيم اقسم بالله الحمد لله ما نقدرش نفارق هذه البلاد، ما على باليش كيفاش نجي ليها هكذاك على ربي وخلاص. ما نقدرش نفارق هذه البلاد، ما على باليش كيفاش نجي ليها هكذاك على ربي وخلاص. والله العظيم انا بالي بلي راني في وسط الرجال، وقسما بالله غترحب بك الجنه. عمرهم لابوليس تاعكم عمرهم ما سبوني ولا كش ما دارولي، وبورتو كاينه هذيك السياسه ما بيناتنا هذيك، عمرهم ما تعاملوا معايا عملاء خايبه. توجور كي نسمع كلمه مرحبا بك قسما بالله الحمي يتشوق. ونشكركم بزاف، يعني عندكم واحد التعامل طيب مغاربه. حنا كيما كيقولوا المراركه، حنا لا اصل لنا، لكن لما كتعاشر الانسان عاد تعرف حقيقته. ما غنطولش عليكم اخواني الجزائريين اللي دخلوا المغرب او اللي بغاو يدخلوا، اعداد كثيره اللي دخلت ما كتبغيش ترجع. فمرحبا بكم عند السي محمد صاحب قناه مشاريع المغرب بمدينه سالا، والف مرحبا بكم. وتشوفوا الشهادات ديالهم اللي كتدل على ان النظام ديال الكبرانات بغى يقسم المغرب الى قسمين وبغى ينفذ الى السواحل الاطلسيه. لكن هيهات فهناك إله قوي عزيز حكيم. فرجة ممتعة. لكن قبل ذلك ما تنسوش مشاهدينا الكرام، قناة مشاريع المغرب فيها جوج: القناة الرسمية الأساسية 1 قناة مشاريع المغرب، والقناة الثانية هي هذه اللي كتشوفوا فيها قناة مشاريع المغرب تيفي. اشتركوا فيهم جوج، والأهم اللي بغيتكم تشتركوا فيه هو القناة الأساسية، باش غادي تشوفوا المنجزات اللي كتنجز في افق كاس العالم، تنظيم كاس العالم وكاس افريقيا، مشاريع عملاقه، ملاعب عملاقه، طرق ومستشفيات عملاقه. غادي تشوف الحقيقه ديال المغرب. مشاريع المغرب القناه الاولى اشترك فيها مشاهدينا الكرام. غادي نخلي لكم الرابط ديال القناه في اول تعليق وفي صندوق الوصف بحول الله. شوفوا خوتي الله يبارك على الديزاين، والله العظيم خوتي الواحد يشوف يعني النظافه والبنيه التحتيه في المغرب، والله ما يقول خوتي هذا بلاد افريقي، كانك راك تروح يا سيدي في دوله اوروبيه. شو ما شاء الله، لازم شوف بب كانك في اوروبا. هذا ديزاين. يا تبون يا راس القرنون يا المغبون، ما فهمتش انا بلادنا على ماشي دايره كيما هكا. شو الطريق كيفاش دايره ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد على ذلك. شو الطبيعه، شو الطريق كيفاش دايره، تقول سطات خويا. شوف راك تشوف ولا ماكش تشوف؟ تبع انت حسبك انا كي راني ندير لي فيديو نديرهم هكاك وخلاص
انا اللي مبارطاجي لك باش دير الثقافه في بلادك، باش بلادك تصنعها كيما هكا. شوف بلدان كيف دايرين، لا بترول لا غاز لا أهمية لا يحزنون. شوف كيف دايره، شوفك تشوف ولا ماكش تشوف. سبحان الله، نظلوا غيقروا فيكم وبوصباع. كي راك غايا خويا ولا امك ريحه مفخاضها ولا؟ شوف ابو صباع، راك تبع ولا ماكش تبع؟ شوف بلاد كيف دايره، شوف الخضوريه الصفوريه كاع لي كولر تا سيدي ربي كاينين هنا. انا في حياتي ما شفت هذا اللون هذا في الجزائر، هذا راني نشوف فيها غير هنا. شاويلا الله يبارك. كل الدول التي زرتها وأقسم بالله على ما أقول شهيد، لم أرى قط في حياتي بلد مؤمن أكثر من الإمبراطورية المغربية. وأدعو كل الأحرار والحرائر الذين يريدون زيارة الجنة الدنيوية قبل نهاية الكرة الأرضية يزورون المملكة المغربية. وكانت أول دولة تعترف باستقلال أمريكا ما هي؟ فرنسا، هكذا يقول المنطق، لكن لا، ليست هي. ولا بريطانيا. كانت دولة عربية. أول دولة اعترفت باستقلال الجمهورية الأمريكية هي المغرب، هي المملكة المغربية. نعم، هذا من طرائف التاريخ. ولا يزال الأمريكون إلى الآن يعترفون بالفضل للمغرب في هذا. ملك المغرب أول ملك يعترف باستقلال القارة الأمريكية، الجمهورية الأمريكية. كنت يا رئيس الجمهورية، انتم يا وزارة الداخلية والمسؤولين وقيادة وزارة الدفاع الوطني، هذو المغاربة من درت لهم الفيزا باش يجوا للجزائر. أنا جزائري مانيش حاب نجي للجزائر. بالفيزا ولا بلا فيزا؟ شكون هاد المغاربة كيجوا عندنا واش رايحين يجوا يديروا؟ واش رايحين يجوا يديروا؟ الجزائر هي أقوى دولة في اللوبيا والروز والعدس. راكم تبهدلوا في رواحكم وبهدلتونا معكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا المغربي كيجي واش راح يدير؟ انا جزائري راكم تشوفوا فيا جنسيه جزائريه، وكي تجي للجزائر واش راح ندي منها؟ اني جيت، اني نفترض اني نجي غير نقيس الدراهم ونروح، ما غادي نجي ما نستفد حتى حاجه، وكل مرض وما عنديش وين نداوي في البلاد. واش راح ندير بها انا؟ ياه بهدلتونا، بهدلتونا. روحتوا ولد عمي حتى المغاربه درتوا لهم الفيزا غير عباد كيما حنا، بعد ما درتوا هذا. يا سبحان الله العلي العظيم. يا المراركة، ها هو الجنرالات ينتقمون منكم شر انتقام. كنتوا تجيوا الجزائر تتمتعون بالنظر إلى الطوابير وتسرقون القفطان، حتى الزليز الجزائري وسرقتوه. يا ربكم مالكم انتوما أيها المراركة. قام الجنرالات بإنجاز عظيم، وهو فرض الفيزا عليكم. يحرمونكم من المشاريع العملاقة التي سيتم إنجازها الأعوام المئات السنين القادمة، حيث الجزائر ستقوم ببنية تحتية ولا أروع، قطارات في السماء. لكن انتم درتوا هذاك كيف سميتو، هذاك الطيجيبي هذاك اللي درتوه في المغرب. احنا راح نديرو دين مو، راح نديرو الرصاصة. تعرفوا الرصاصة هذا دين موك يروح للقمر، يروح للقمر دين مو، وانتوما نحرمكم من النظر اليه باش ما تزيدوش تدخلوا الجزائر. نعم، جنرالات الكرف العطايين يقومون بإقامة الفيزا باش ما تدخلوش لعندنا وتشوفوا المشاريع التي سيقوم بها هذا الجنرالات. نهربوا عليكم هربا يا ربك واحد الهربة، نهربوا عليكم يا المروك، نخليوكم انتوما الاخرين. Le Maroc a remplacé la France. En Afrique francophone, le Maroc a remplacé la France. Le roi du Maroc a une politique très intelligente. Il a été voir tous les pays d'Afrique, il leur a dit on va vous aider. Nos banques sont parties d'Afrique
parce que à cause des fameux ratios, elles ont dit c'est pas possible, il y a trop de risques, c'est trop dangereux. Les banques marocaines nous ont remplacés, elles marchent très bien. Elles sont appuyées par les fonds saoudiens, par les fonds émiratis, par les Américains. Ça marche formidablement bien. Donc aujourd'hui, le Maroc est mêlé avec d'autres d'ailleurs pour investir sur un pipe qui va aller du Nigeria vers le Maroc, qui réglera le problème marocain d'approvisionnement en énergie, mais qui va en même temps passer par tous les pays et il va y avoir des branchements. Donc il y a aujourd'hui une arrivée en force du Maroc dans tous ces pays-là, à un moment où nous, on est parti parce qu'on n'a pas su justement aller dans le bon sens, si vous voulez. On n'a pas su jouer comme il fallait avec ces gens-là. أنا جامي شفت الملك محمد السادس دار خطاب وهضر بالسوء على الجزائر، جامي. هنا تعرف تربية الملوك، هنا تعرف بلي مالك ابن مالك. أنا يا عارف الجزائر وين وصلت وعارف المغرب وين وصل. عندي 4 تعليشان تاع المغرب في داري في وهران وين نسكن أنا. عندي الدوزام، عندي المغربية. على بالك ندير حصص رسمية عمري في حياتي ما شفتهم هضروا على الجزائر. بصح كي ندير انا لي شان تاعنا تاع الجيري وكل شيء نلقى 95% من لي سيجي الديسكسيون تاعهم غير على المغرب. هنا يبان الضعف، من هنا تعرف الضعف. انا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي تلاحظه في هذه البلاد الحبيبة نظافة الشوارع فيها، وأن الناس فيها تجد المنقبة تقود الدراجة النارية، وتجد المحجبة، وتجد الناس العاديين يتجولون في كل حرية هنا. أمان 100%، ويعني تقدم وازدهار لا مثيل له في باقي الدول العربية، بل وحتى في بعض الدول التي تقول بأنها أوروبية، لأنني رأيت إسبانيا ولم أشعر بهذا التقدم الذي شعرت به هنا في المغرب. ونسبة الجمال بين إسبانيا طبعا وبين المغرب لا تقارن. هنا في المغرب تشعر بأنك بين أهلك وفي وطنك، ولكن يعني هذا هو الذي الشعور هذا هو الذي يعدل الدنيا وما فيها، أنك لا تشعر بالغربة، تشعر بأنك في يعني واحد يقول لي دير حاجة في العالم تاعنا، يعني شعور ماذا أقول عنه؟ قال لي السعوديين دايرين لا إله إلا الله محمد رسول الله، العراقيين دايرين الله أكبر. الشعور قال لي أنت زيد لنا حاجة في العالم تاعنا، قلت واش نزيد؟ قال زيد الله غالب. تقول عني ما شئت. هذه هي الحقيقة. النظافة في الشوارع، الأدب في التعامل، الكرم، الأخلاق الرفيعة. ولهذا ولله الحمد ذكرت في البداية، منذ البداية، تتكلم عن المغاربة بسوء أضعك في خانة القرود وشكرا. تتكلم عن المغاربة بسوء أضعك في خانة القرود وشكرا. أنا حاجة ما فهمتهاش، مالكم المغاربة، مالكم هبلتوا ولا تسطيتوا ولا كيفاه؟ وين الدور أخويا تلقى جامع، وين الدور تلقى مسجد كيما هكا جامع. وين الدور؟ درك ها هو جامع، تزيد شوية تلقى جامع واحد آخر، تزيد غير شوية تزيد تلقى جامع. ما فهمت والو أنا. حنا في الجزائر قالوا لنا ياك نتوما كفار، كيفاه تسرقونا في الدين الإسلامي تاعنا المغاربة؟ حنا في الجزائر قالوا لنا ياك نتوما كفار، كيفاه تسرقونا في الدين الإسلامي تاعنا المغاربة؟ ياك نتوما كفار، كيفاش عندكم الجوامع؟ ما فهمتش انايا. حنا في الجزائر مسلمين وما عندناش الجوامع هكا خويا. حنا في الجزائر مسلمين نصلوا غير في ديارنا، تروح الجامع يقول لك شيخ الجامع ما جاش ولا طاح له المفتاح، باسكو حنا في الجزائر شيخ الجامع المفتاح يديه معاه للدار ويغلق الجامع كي يجي خارج، راك فاهم؟ بصح نتوما لا ما فهمتش انايا. كيفاه الاسلام تاعنا تاع الجزائر راه عندكم هنا وانتم بعثتوا لنا الكفر تاعكم للجزائر ولا كيفاه؟ الله ما فهمنا.
تلفتوها لنا. الله يتلف العقليه ديال الجزائريين ويفيقوا الحمره والبعره باش يعرفوا يا ودي الجوامع اللي كاين هنا في المغرب راهم اكثر من الخبز اللي عندكم في الجزائر. صاي طلق عليا سرحاه. يعني واحد يقول لي دير حاجه في العلم تاعنا، قلت له واش؟ قال لي السعوديين دايرين لا اله الا الله محمد رسول الله، العراقيين دايرين الله اكبر. قال لي انت زيد لنا حاجه في العلم تاعنا، قلت له واش نزيد؟ قال زيد الله غالب.